وسفيان رحيمي أستاذ محمد المغودي لاعب الحقيقة تألق بشكل لافت، تفوق على العمالقة، يعني فاز بلقب أفضل هداف، أفضل لاعب على حساب كريستيانو رونالدو، على حساب ماني، على حساب أفضل لاعبي العالم. تمكن من تحقيق الحقيقة إنجاز كبير جدا يحسب لسفيان رحيمي خريج مدرسة الرجاء المغربي. والله عزيزي هيك أنا لا أعتقد أن هذا الأمر فيه نوع من المفاجأة. صحيح أن اللاعب رحيمي كان في بداية مساره كان متذبذبا. أصدقاء ديالي السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم ماروك بريس، قناتنا الأولى. إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا ما تنساوش تشتركوا في القناة، كذلك تفعلوا الزر ديال الجرس، لايك الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تدعمونا ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناة. أصدقاء ديالي في هذا الفيديو غنشوفوا أول تعليق من الأستاذ الرياضي والناقد الرياضي محمد المغودي عن تألق النجم المغربي سفيان رحيمي ورفقة العين الإماراتي بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا. وكان الفضل الكبير كيرجع لسفيان رحيمي اللي توج أيضا أفضل لاعب في هذه الدورة هذه، وكذلك توج هداف البطولة وعنده عروض أخوتي صراحة. محمد المغودي يتكلم على تألق سفيان الرحيمي وكذلك تتويج نجوم المنتخب المغربي مع أنديتهم. بلا ما نطول عليكم نشاهدوا الفيديو جميع ونتلاقاو في النهاية ديالو. ما تنساوش تشاركوا في القناة وكذلك تفعلوا الزر ديال الجرس ولايك الفيديو، وشكرا لكم. جدا بالنسبة للعين الإماراتي ويوكوهاما الياباني. سنعود لهذه المباراة إن شاء الله في نهاية برنامج الكرة العربية الليلة، على الأقل في بضع دقائق لتسليط الضوء على تتويج العين الإماراتي الذي تمكن أيضا من التأهل لكأس العالم للأندية. طبيعي جدا سيكون الحديث أكثر عن الأهلي المصري باعتبار العين الإماراتي مباراة كانت منقولة على قنوات الكاس الرياضية وكان فيها برنامج مجلس ولقيت العناية والحظوة اللازمة. على كل مباشرة كابتن علاء ميهوب، كابتن علاء أعود وسياسة واضحة، له إدارة قوية، سياسة واضحة. الأهلي المصري يعرف ماذا يريد بالضبط. الأهلي المصري له رئيس لا نشاهده كثيرا. الأهلي المصري له مبادئ واضحة شاهدناه لا يغير مدرب في وسط الموسم. نتذكر كولر لو كان أي فريق آخر كان تغير الموسم الماضي بعد دوري المجموعات، أبقى على كولر وتوج بالتشامبيونز ليج الإفريقية السابقة ولهذا الموسم، يعني لفترتين متتاليتين. واضح أنه يجب أن نستفيد من درس الأهلي المصري على الأقل من حيث التسيير والإدارة. والله عزيزي هيكل دعني في البداية أهنئ مجددا العزيز علاء، وأيضا أهنئ كل الأشقاء المصريين على هذا التتويج القاري سواء على مستوى عصبة الأبطال الإفريقية أو على مستوى كأس الاتحاد الإفريقي. أنا أعتقد أنه استحقاق مستحق سواء كان على مستوى عصبة الأبطال أو على مستوى الاتحاد الإفريقي. حينما نتحدث عزيزي هيكل عن الفريق الكبير، نتحدث عن الفريق الكبير هو فريق المؤسسات. وحينما نتحدث عن فريق المؤسسات تشامبيونز ليج، على الأقل أترك 10 دقائق لمباراة العين ويوكوهاما الياباني. نكمل مع الترجي والأهلي. بالنسبة للمستقبل ما الذي يجب أن يتغير بالنسبة للأهلي ربيع؟ أترك الترجي لكابتن طارق سالم. بالنسبة للأهلي ما هي الأشياء التي يجب أن تتحسن حتى يكون الفريق قادر على المنافسة في كأس العالم للأندية؟ والله يعني بالنسبة لي للأولويات، لأنه تقريبا تكلمنا على رأس الحربة، لكن وسام أبو علي في رأيي الشخصي أظهر بعض الإمكانيات أفضل من المتواجدين حاليا، خاصة اللاعب موديست. كهربا ممكن يتم استغلاله كلاعب احتياطي، وممكن كذلك استغلاله في بعض المباريات أنه يلعب على الطرف، وهذا ممكن المركز الذي يجيده أكثر. نقطة أريد فقط أن أذكرها بالنسبة للأهلي، وأعتقد بأنه لا يحتاج مني أنا شخصيا نصيحة على مستوى الاستمرارية، لأنه يعرف دائما ماذا يريده، واعتقد بانه ما يميزه كذلك عن باقي الفرق هو تكلم الاستاذ المغودي على مستوى التسيير المؤسساتي، وكذلك على انه لا يكتفي بلقب او لقبين، يعني 12 لقب لم تاتي من فراغ، وبالتالي هو يبحث عن الثالث عشر، وهو امس فاز بالثاني عشر. ومن قوته كذلك وهو انه قادر على انه يتمسك بافضل لاعبيه، وبالتالي لا يكونون عرضة للإغراءات.
اعتقد بان فريق الاهلي هو استثناء بالنسبه لافريقيا. واعطيك مثال فقط، لو تحسب عدد اللاعبين الذين لعبوا النهائيات والذين توجوا بالكؤوس الاخيره تجد 5 6 نتكلموا على ربيعه، محمد علي المعلب، علي معلول، كذا كذا كذا. يعني نتكلموا فقط بالنسبه للترجي من 2018 الى اليوم ولا لاعب موجود من اللي فاز من قبل. نتكلموا على مثلا لما كان الوداد من 2017 والكاس الذي فاز به في 2022 ولا لاعب موجود. وبالتالي هذه نقطه ايجابيه وقويه يستغلها الاهلي على المستوى، دائما يكون متسيد للقاره الافريقيه، وهذا ما تطلبه الكره الحديثه. انت تعرف حتى على المستوى الاوروبي لاحظنا بان الفرق التي تصل الى النهائي والتي تفوز بالتشامبيونز ليج هي التي كانت تكون على المستوى الاقتصادي تكون حاضره وبقوه. واضح كابتن ربيع العفوي، طبيعي جدا. وصلنا لختام الملف الخاص بالاهلي المصري والترجي الرياضي التونسي. اذا طارق جاهز طبيعي جدا نمشيو لطارق، واذا مش جاهز فقط مش مشكله طارق نمشيو له في المباراه العين الاماراتي ويوكوهاما الياباني، باعتبار لم يتبقى لنا الكثير من الوقت، مازال تقريبا 11 12 دقيقه على نهايه البرنامج. نمشي لمباراه يوكوهاما والعين الاماراتي، العين الذي حقق اللقب للمره الثانيه، واعتقد كابتن علاء العين يستحق اللقب عن جداره واستحقاق، لانه فريق لما يفوز على النصر، يفوز على الهلال، يفوز على يوكوهاما بهذه الطريقه ب5 أهداف كامله، اعتقد انه يستحق اللقب عن جداره واستحقاق، وسعداء جدا بوجود العين في كأس العالم للأندية، والف مبروك لكل العيناوية. طبيعي جدا. طبيعي هيك، الف مبروك للعيناوية والف مبروك لمشجعي الامارات كلهم، وفريق يستحق البطوله عن جداره واستحقاق فعلا. يا هيكل مشواره ما كانش سهل، يكفي ان هو قبل النهائي بيلعب الهلال السعودي، وانت عارف قوه الهلال السعودي عامله ازاي، لكن قدر يفوز على الهلال السعودي يوصل للنهائي. انا كنت متوقع بعد ما العين، انا قلت يمكن العين او الهلال السعودي اللي هيقدر يتاهل منهم هم الاثنين هو اللي هيفوز بالبطوله دي، وده كان اللي حصل فعلا. العين هو اللي اتاهل وعمل مباراتين ممتازين فعلا، فريق محترم جدا 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 وعنده الامكانيات يا هيكل، وهو ده المحور اللي يمكن الحلقه كلها النهارده. امكانياتك، انت عندك الامكانيات، عندك الامكانيات الماديه، امكانيات البشريه، عندك مدرب كويس جدا معاه لعيبه كوره بيقدر عن طريقه بقى الفكر بيتحقق. هو ده دي عناصر كره القدم. العنصر لما بيقع بيحصل خلل، لكن العين لا، كل التحيه ليهم، الف مبروك ليهم وكل الاخوه العيناويين، وان شاء الله يقدموا كاس عالم يليق باسم العين وفوز عن جداره واستحقاق وفوز كبير وعريق جدا. بتتكلم في 5 أهداف، يعني مش هدف او الثاني، لا يا هيكل، وكلهم اهداف حلوه قوي، وفريق عنده يعني نزعه هجوميه محترمه. تحس كده ان الفريق من بدايه المباراه النزعه الهجوميه عنده موجوده، مش لسه بيدور ازاي هيهاجم، لا هو عنده الامكانيات ان هو ازاي بيعرف يفوز. انتشاره في الملعب على اعلى مستوى، مهاجمين ممتازين، لا يستحق البطوله عن جداره واستحقاق. كل التحيه ليهم، وان شاء الله انا بستناهم في كاس العالم للانديه. اكيد طبعا بستنى التطور اللي هيحصل في النادي الاهلي، واكيد العين هيبقى ليه شأن في كاس العالم. الف مبروك للعين. طبيعي جدا، ألف مبروك للعين. وقبل أن أذهب للأستاذ محمد الميغودي للحديث عن سفيان رحيمي وتألق سفيان رحيمي على كل المستويات، من جديد كابتن طارق سالم. كابتن طارق، الحمد لله أول شيء أن رجع صوت طارق معنا. طارق، الشيء الممتاز أنه الحقيقة المستوى الذي شاهدناه في الشامبيونز ليج الآسيوية مستوى رفيع جدا، والحقيقة هذا الموسم لا يمكن أن نقارن بين ما شاهدناه في آسيا وما شاهدناه في إفريقيا، لأنه مستوى الشامبيونز ليج الآسيوية كان أرفع بكثير من إفريقيا. هذاك هو هيكل الفرق بين افريقيا واسيا، هو اللعب الهجومي. تشوف الكم الهائل من الاهداف، اغلب الفرق معناتها لعبهم هجومي اكثر. تشوف انت النجوم اللي قاعد يستقطب فيهم سواء في العين الاماراتي ولا في الفرق السعوديه ما نحكيوش، اغلبهم لاعبين مهاجمين، ممكن بنسبة أقل مدافعين توا في السعودية، لأنه ولاو 8 لاعبين ولاو ينتدبوا مدافعين وحراس مرمى، لكن من الأول ديما التوجه هو المهاجمين ولا اللاعبين الوسط الهجومي. كرة القدم الآسيوية تمتاز على كرة القدم الإفريقية بالمهاجمين. أكيد الميادين زاد عندها دور، لأنه في بعض الأحيان
معناتها في افريقيا الميادين اقل والامكانيات الماديه زاد اقل، ولكن زاد الافكار الهجوميه في اسيا اكثر بكثير، واللعب الفرجوي واللعب المفتوح اكثر بكثير من افريقيا، وخاصه احنا شمال افريقيا ديما نحبوا اللعب الهجومي، لانه كي نشوفوا سان داونز ولا بيترو اتليتيكو تحسنوا ولا فرق تنزانيا تحسنوا على المستوى الهجومي، لكن احنا ديما مسيطر علينا الفكر الدفاعي. واضح طارق. على كل حقيقة استمتعنا بالتشامبيونز ليج الآسيوية لما نشاهد مباريات العين والنصر والعين والهلال، الحقيقة تستمتع في هذا الموسم. الريتم كان عالي جدا. نمشي مع أستاذ محمد الماغودي وسفيان رحيمي. أستاذ محمد الماغودي لاعب الحقيقة تألق بشكل لافت، تفوق على العمالقة، يعني فاز بلقب افضل هداف، افضل لاعب على حساب كريستيانو رونالدو، على حساب ماني، على حساب افضل لاعبي العالم. تمكن من تحقيق الحقيقه انجاز كبير جدا يحسب لسفيان رحيمي خريج مدرسه الرجاء المغربي. والله عزيزي هيكل انا لا اعتقد ان هذا الامر فيه نوع من المفاجاه. صحيح ان اللاعب رحيمي كان في بدايه مساره كان متذبذبا في مستواه، ولكن الآن أقول بأن هذا الشاب اجتهد واشتغل بشكل كبير وكبير جدا، وأصبح واحد من نجوم كرة القدم المغربية وواحد من نجوم كرة القدم داخل المنتخب الوطني. ومن ثم أنا سعيد جدا بهذا المستوى الرائع والرائع جدا الذي قدمه في لقاء النهاية وحتى في الإقصائيات. وأقول لوليد الركراكي كفى من تلك الفرص المسمومة، فاللاعب أبدى مستوى وعبر عن مستوى عالي وعالي جدا، وبالتالي يجب إعطائه فرصته الكاملة. أنا أيضا سعيد جدا ايضا بتتويج اللاعب رضا سليم مع الاهلي المصري، وسعيد جدا بنهايه اسبوع كانت تتويج لمجموعه من النجوم المغاربه ايضا على مستوى البطولات العالميه كدياز كالصباري وعدلي وحكيمي وحكيم زياش الى غير ذلك. واقول نحن الان امام مجموعه من النجوم، وما على الناخب الوطني الا حسن استثمارها في المنافسات المقبله. في الختام عزيزي هيكل دعني لابد من ان نهنئ مدينه القنيطره وجماهير القنيطره على عوده فريقهم من القسم الثاني وهو فريق تاريخي، واهنئ ايضا جماهير النادي المكناسي على هذا الفريق العريق، وايضا بمدينه تاريخيه على العوده ايضا الى قسم الكبار. تهانينا الكبيره جدا للاستاذ حكيم دومو في المغرب الحقيقه، لانه لما تحدث عن النادي القنيطري تذكرت مباشرة حكيم دومو. الحقيقة لما تعرف قيمة هذا الشخص تعرف أنه بإمكانه أن ينجح في كل المجالات. الحقيقة شخص ممتاز على كل المستويات، لهذا تمنينا الحارة للأستاذ حكيم دومو وتألق النادي القنيطري. نرجع لك ربيع بالنسبة لكريسبو، ثم نمشي لكأس العالم للأندية ونختم هذا العدد الأخير. كريسبو تألق مع العين الإماراتي. لماذا تألق كريسبو مع العين الإماراتي وفي نوع من الفشل في التجارب السابقة؟ تتذكر أنت تجربة التحيل والهزيمة بفارق عريض أمام الهلال السعودي. لماذا كريسبو نجح هذا الموسم بامتياز مع العين الإماراتي؟ اصدقاء ديالي وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خليو واحد لايك، اشتراك في القناه، كذلك فعلوا الزر ديال الجرس، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واكتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم حول هذا الموضوع، وكذلك واش تبغيو سفيان الرحيمي. كتبوا لي اسفل التعليقات واش نتوما مع انتقال سفيان الرحيمي للدوري السعودي، وعنده عروض صراحه مغريه من النصر السعودي وكذلك من الاتحاد جده السعودي والشباب. وانا صراحه بغيت سفيان الرحيمي يمشي يحترف في اوروبا، كنتمنى انني نشوفه في اوروبا افضل، لان يعني اللاعب صراحه ما شاء الله عنده موهبه كبيره، وبغيتو يبان على المستوى العالمي، ما يبقاش غير رغم ان الدوري السعودي ولا تاو عليه المشاهده، ولو الدوري يعني الاجنبيين كيتفرجوا في الدوري السعودي على قبل رونالدو والنجوم اللي ولاو كيستقطبوا، ولكن انا بغيتو صراحه في اشبيليا الاسباني، هذا هو النادي الانسب لسفيان رحيمي. لا ما نطول عليكم، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.